أهلا بيكم في وصفة جديدة. النهاردة هنعمل مع بعض البسبوسة المرملة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ومكونات بسيطة. أول حاجة هجيب بولة وهحط فيها 1 من الزبادي، بس تكون الزبدية كبيرة، لو الصغيرة تحط 2. وبعد كده هنزل بكوباية من السكر، والسكر يكون السكر العادي خالص. هضربهم كده مع بعض لغاية ما يدوبوا خالص ويبقوا بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد ما ضربت السكر مع الزبادي كويس قوي، معايا نص كيلو من سميد البسبوسة، ويا ريت السميد يكون ناعم. السميد كل ما بيكون ناعم بيدي نتيجة أحلى. حطيت معلقة من البيكنج باودر ومعلقتين من جوز الهند. عندي برضو ربع كوباية من السمنة. هبتدي أنزل بيها على السميد وأخلط كل المكونات مع بعض لغاية ما تبقى عجينة مرملة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. عندي صينية مسحة بسيطة من السمنة، ابتدي احط الخليط بتاعنا واضغط عليه، اسويه اضغط عليه جامد عشان وانا بقطعه يطلع حلو، يطلع قطعة بقطعتها. ابتدي بقى اقطع البسبوسة قبل ما ادخلها الفرن. بصوا بتتقطع ازاي من غير ما بتفرول ولا اي حاجة، ده علشان انا ضغطت عليها جامد. اتقطعت بالسهولة بالشكل ده. هبتدي بقى تقسميها بقى مربعات، زي ما انت عايزة تقسميها قسميها. تمام. بعد كده هبتدي ازوقها، لو انت عايزة تسيبيها كده سيبيها، لو انت عايزة تحط اي مكسرات من فوق. انا حطيت عندي بندق، زوقت بيه من فوق. لو انت عايزة تحط سوداني برضو حطي، مفيش اي مشكلة. زي ما حضراتكم شايفين كده انا زوقتها كلها بالشكل ده كده. الفرن شغال على درجة حرارة 180. خدت بالظبط ربع ساعة وطلعت بالجمال ده. اتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، واشوفكم بخير في وصفة جديدة. الى اللقاء. باي باي.